السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. اسلوب الرد السريع او فن الرد السريع على الاشخاص اللي بينرفزونا او يضايقونا واحنا عايزين نرد لهم الاهانة ديت او عايزين ننرفزهم. بس انا عايزه اقول لكم في البدايه ان الكلمه الطيبه صدقه، وان ربنا بيقول اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب احنا ليه يا جماعه اما بنقعد نفتكر مع نفسنا كده في موقف معين او موقف اتعرضنا له مع حد بيضايقنا نقعد نقول يا ريتني كنت رديت الرد الفلاني، او يا ريت الزمن يرجع بيا تاني عشان اعرف ارد الرد دوت. ونبقى ندمانين جدا وزعلانين ونقول يعني انا هتصل بيه دلوقتي علشان اقول له الرد اللي كان المفروض اقوله له، طبعا بس مش هينفع. فبنقعد كده بنبقى متضايقين جدا ونقول يا ريتنا كنا ردينا الرد الفلاني اللي هو موجود في دماغنا دلوقتي. طب ليه احنا الرد مش بيجي لنا في ساعتها؟ ليه ما بنعرفش نرد على طول في ساعه الموقف اما بيحصل مع الشخص اللي بينرفزنا او بيضايقنا؟ عشان احنا اما بنتحط في الموقف المعين ليه الرد مش بيجي؟ الرد مش بيجي لان احنا بنستفز. احنا ساعتها هو بيستفزنا وبيضايقنا، بيدخلنا للدايره بتاعته، فساعتها احنا ما بنعرفش نرد، فبنتلجلج بنقعد ندافع عن نفسنا، فالرد بيطير. مفيش بقى الهدوء اللي هو بيجي بعد كده بقى ونقعد نقول يا ريتنا كنا قلنا وردينا. الرد السريع دوت مهارة طلعت ان احنا نقدر نتعلمها ونقدر نتدرب عليها، وممكن واحدة واحدة ان احنا نقدر نتعلمها ونقدر نكتسبها مع التمرين وكده. نقدر احنا نعرف نرد في الموقف اللي هيحصل فيه مواجهة مع الشخص اللي بيضايقنا او ينرفزنا. وبرضه خلينا حاطين قاعده ان احنا ما نتكسفش ان احنا نكسف الشخص اللي بيكسفنا، لان هو ببساطه ما اتكسفش ان هو يكسفني. ايه المفروض اصلا حالتك النفسيه تبقى عليه اما يحصل الموقف، او انت عارفه ان هيحصل تاتش ما بينكم؟ اول حاجه ان احنا لازم نبقى هادين جدا، عندنا برود زي ما بيقولوا كده او ثبات انفعالي. الهدوء دوت بيجي بالثقه بالنفس. يعني ايه الثقه بالنفس؟ الثقه بالنفس دي الشخص اللي واثق في نفسه، اللي هو شخص مش بيتاثر باراء الاخرين حتى عن تجاوزاتهم، او حتى مش مستني منهم ان هم يشكروا، لا هو فرحان بنفسه، مكتفي بنفسه، مكتفي بالانجازات بتاعته، وعارف هو عايز ايه، شخص واثق في نفسه. طيب الثقه بالنفس دي برضو يا جماعه مهاره ان احنا نقدر نتعلمها علشان يبقى عندنا هدوء وثبات انفعالي. الهدوء والثبات الانفعالي دوت هو اللي هيخلينا نعرف نرد. تاني حاجه ان احنا ما ينفعش ناخد الكلام على نفسي، ما ينفعش ناخد الكلام على نفسنا. يعني لو واحده جت حدفتك بالطوبه، هتاخدي الطوبه وتقعدي تقولي اي الطوبه وجعتني، ولا هتاخدي الطوبه وترميها تاني اللي هو الهجوم، او ممكن تاخدي الطوبه وتحطيها على جنب؟ هتاخدي الطوبه وتحطيها على جنب. اتحدفت عليكي هتاخديها وتحطيها على جنب، اللي هو اسلوب التجاهل. دي من اساليب الرد. تمام؟ يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ هنبقى هادين، نبقى باردين جدا، والكلام ما ناخدوش على نفسنا. مش انا، هي بتقول على واحده كذا، مش انا، الكلام مش عليا. تمام؟ طيب ايه بقى الاربع طرق اللي احنا نقدر نستخدمهم اما بيحصل الموقف المعين او المواجهه مع شخص بيهني او حاططني في دماغه؟ طيب اول حاجه التجاهل دوت زي ما قلت لكم، خد الطوبه وحطها على جنب. التجاهل ده ممكن نشوفه مثلا على الفيس. لو واحده كاتبه على الفيس بوست معين وبتقول مقصوده، وانت عارفه ان هي قصدك انت، او كاتبه بوست معين بتلقح عليكي بالكلام وعارفه ان هي تقصدي بالكلام ده، بمنتهى السهوله تجاهليها جدا، تجاهليها كانها مش موجوده اصلا. تمام؟ عادي يعني، هي كده هتستفز، هي اصلا عايزه تستفزك، انت ما تستفزيش، خلاص بمنتهى السهوله. طيب التجاهل ده برضو نقدر نستخدمه مع الاشخاص اللي هم بيسالونا اسئله محرجه، او الاشخاص اللي هم بيحشروا نفسهم في الملهمش فيه. زي مثلا ايه؟ الاشخاص اللي يسالوكي انت مرتبك كام مثلا، او انت بتقبضي كام، انت عندك كام سنه، الاسئله المحرجه دي. طيب مش هتخلفي بقى؟ مش هنفرح بيكي؟ طب مش هتخلفي؟ طب خلفت. مش هتخاوي؟ طب خاوت. طب انت جوزك عامل معاكي ايه؟ طب انت جبتي بكام؟ جبتي دي بكام؟ اشتريتي دي منين؟ طب انت اصلا مش عايزه تجاوبي، والاشخاص دول بيبقوا اشخاص يعني حشريين وبيحشروا نفسهم في الملهمش فيه، وانت مش عايزه تردي، هتعملي ايه؟ بمنتهى السهوله جدا هتبصي كده وكانك مش واخده بالك، بس كانك مش واخده بالك. اعملي نفسك مشغوله بالتليفون او مشغوله بحاجه، او انت مثلا بتكلميه في حوار مباشر كده، فهو هيوجه لك السؤال انت عندك كام سنه، انت بتقبضي كام، فهتعدي يعني هتتكلمي في موضوع تاني خالص، كأن كلامك ما اتقالش، كأن كلامك مش مهم، كأني ما سمعتش حاجه. فهو هيتكسف بقى يعني، لو هو عنده دم يعني هيتكسف ومش هيسأل الأسئلة دي تاني. تاني حاجة التوكيد غير المتوقع. يعني
التوكيد غير المتوقع، يعني انا باكد له زي ايه؟ زي مثلا واحده بتقول لواحده ايه ده انت مالك تخنتي كده، فتقول لها صح ايوه انا تخنت، هي بتاكد له انت لسه واخده بالك دلوقتي. تمام. فهي كده ردت رد غير متوقع، فصلتها مش هتخليها تعرف ترد، وقفتها. من على اليوتيوب واحده بتقول لها حماتي جات لي، فكنت عازماها يعني على الاكل، حماتها بتقول لها ايه يا بنتي ده اكلك ده ولا اكل فراخ؟ فقالت لها لا يا طنط ده اكل فراخ. حماتها اتصدمت من الرد يعني. فخلاص هي كده قفلت عليها، مش هتعرف تستفزها تاني، او مش هتعرف تقول سؤال تاني ينرفزها. هي كانت عايزه تسحبها للدايره بتاعتها، وعايزه تستفزها، وعايزه تنرفزها عشان خلاص هي تبقى مبسوطه كده وحققت مرادها. لا هي قفلت عليها كده، ايوه يا طنط اكل فراخ. ف ما عرفتش ترد عليهم. تالت حاجه الرد بسؤال. يعني مثلا واحده هتقول لك ايه ده ابنك مسلوع قوي، ايه ده انت مش بتوكليه ولا ايه، هو ماله رفيع كده؟ فانت هتقولي لها انت تعرفي ايه عن الرفع؟ تمام. او على فكره انت الالوان دي اللي انت عاملاها في الشقه دي لونها مش حلو على فكره. فانت هتقولي انت تعرفي ايه عن الذوق؟ انت كده كسفتيها وخليتيها تنشغل بنفسها. تمام. يبقى ده تالت حاجه من اسلوب الرد السريع، او الاساليب اللي احنا بنستخدمها في الرد السريع مع الاشخاص اللي بيكسفونا. طيب رابع حاجه بقى اللي هو الهجوم المبطن. رابع حاجه قصف الجبهه او الهجوم المبطن. يعني ايه قصف الجبهه؟ قصف الجبهه ده بنشوفه كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيس، وبنقرا بوستات وبنقعد نضحك عليها، ده قصف جبهه فلان. طيب قصف الجبهه ده ممكن نتعلمه؟ ممكن نتعلمه. طب نتعلمه ازاي؟ ببساطه، بمنتهى يعني في حاجه ببساطه، ان احنا بناخد الجمله اللي اتقالت من الشخص اللي هو باعتها لنا، وبنقتبس منها نفس الكلمات، وبعد كده بنلفها له وبنحذفها له تاني زي البينج بونج كده. طيب مثلا عايزين امثله. تسمع عن المتنبي؟ ده شاعر كان موجود في الجاهليه. مره واحد قال له انا شفتك من بعيد كنت بحسبك امراه. فهو المتنبي في ساعتها على طول رد عليه قال له وانا شفتك من بعيد كنت بحسبك رجل. واخدين بالنا هو عمل ايه؟ هو اقتبس من الكلمات اللي هو قالها، وبعد كده قلبها له ولفها له. في برضو موقف، بس الست هنا بقى هي اللي جبهتها اتكسرت يا عيني. اللي هو واحده بتقول لراجل، بتقول له انت لو زوجي انا هحط لك سم في القهوه. فهو قال لها وانت لو مراتي انا مش هتردد ابدا ان انا اشرب القهوه. بس شوفوا عمل ايه، هو قصف لها جبهتها، ردها لها على طول. موقف برضو تاني قريته على الفيس. واحده ست كانت مليانه شويه، فركبت اتوبيس، فواحد من الركاب يقول لها انا اول مره اعرف ان الفيله بيركبوا اتوبيسات. فهي على طول ردت في ساعتها قالت له يا استاذ الاتوبيس ده عامل زي سفينه نوح، زي ما بيحمل الفيله بيحمل الحمير. واخدين بالكم هي وجهت له الاهانه ازاي؟ حذفت له الاهانه، نفس الجمل اقتبست من نفس الجمل ورمت له الاهانه تاني بمنتهى السهوله، بس هي عايزه ايه؟ تدريب. في موقف تاني برضو بتاع واحد روش كده، يعني روش بس خد على دماغه. كاتب على الفيس مع ان الجمل مش بيسرح شعره، بس هنلاقي ان شعره احسن او اجمل من شعر اغلب الفتيات. ففي واحده بقى لذيذه ردت عليه، قصفت جبهته، قالت له مع ان الصرصار عنده شنبات، بس هنلاقيه اللي هو عنده شخصيه اكتر بكتير من الرجال. بيخوفنا يعني، الصرصار بيخوفنا. بيخوفنا وعنده شخصيه يعني. فانت ايه ما عندكش الصيف؟ فهي وجهت له الاهانه او رمت له الاهانه تاني وحدفتها له، اللي هو زي ما قلنا الهجوم المبطن. يبقى احنا قلنا كده الاربع حاجات عشان ما اطولش عليكم. احنا قلنا التجاهل، وقلنا الرد بسؤال، والتوكيد غير المتوقع، وقصف الجبهة. ودي الاربع اساليب اللي احنا نقدر نتدرب عليها علشان نرد رد سريع على الاشخاص اللي بيضايقونا او بينرفزونا. طيب حاجتين بقى هقولهم بسرعة ايه اللي احنا ممكن نقدر نعمله علشان ان احنا يبقى عندنا سرعة بديهة ونعرف نرد بسرعة. يعني احنا عارفين الشخص اللي حاططنا في دماغه، احنا طبعا ندعي له ربنا يهديه او يهده.
المهم بنحط في دماغنا الموقف الفلاني، نحط نفسنا في مواجهه معاه ونتخيل، يعني نتخيل اللي هو بيقول لنا حاجات معينه، نقعد نرتجل بقى احاديث مع نفسنا كده، ونتخيل اللي هو بيقول لنا رد معين، فاحنا نتوقع الرد اللي هو هنرده، بحيث ان احنا نبقى جاهزين بالرد اللي هنحدفه عليه على طول. تمام. او في طريقه تانية ان احنا ممكن على اليوتيوب ممكن نشوف فيديوهات اجزاء من افلام معينه، مثلا بطل بيتكلم في حوار مع ابطال تانيين، فاحنا هنوقف الحوار مش هنكمله، وبعدين هنتوقع هو البطل هيقول ايه او الشخص اللي بيرد عليه بيقول له ايه. فاحنا كده هيبقى بنتمرن ان احنا ازاي يبقى عندنا سرعه بديهه، نوسع ادراكنا شويه علشان نعرف نرد رد سريع على الاشخاص اللي بيكسفونا او متعمدين ان هم يحرجونا، حاطيننا في دماغهم، ويا رب يهديهم. والكلمه الطيبه صدقه، وربنا يهديهم. ويا رب ما اكون طولت عليكم، ويكون الفيديو عجبكم. ولو فيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان تشجعونا ننزل فيديوهات تانية. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، واشوفكم واستنى تعليقاتكم الحلوة. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.